واش وليداتكم كيطلبوا خبز الدار كل نهار بحالي؟ اليوم غنحضروا معكم بلا دقيق بيض وصحي. اهم حاجه خفيف كي القطن. حضرته معكم غير بالبينو برو ديال مزيان اللي ما فيهش الفورس وما كيحتاجش الفورس و100% من قمح الصلب. ولكن اليوم غادي نديروا واحد المقارنه ما بين الخبز بالفينو برو والخبز بدقيق البيض وانتم تحكموا. قصريه غادي ناخذوا فينو برو مع الملحه الخميره الزيت البلديه والماء الدافي. في القصريه الثانيه نفس المقادير، غير انا ضفت دقيق البيض وبصعوبه باش تجمعت ليا العجينه، عكس العجينه ديال الفينو برو دغيا كتجمع ليا وكتعطينا الطوع بلا عجانه. من بعد كندهن العجينه ديالي وكنغطيها حتى كتختمر وتضاعف الحجم ديالها. وشوفوا ليا العجينه ديال الفينو برو ما شاء الله طالعه ومهويه. من بعد كنديغازيها وكنقسمها كريات بالحجم اللي بغيتو نتوما. انا خديت الفينو برو باش غادي نقرص، كنقطع كريات صغيره وكنقرصهم بالفينو برو. بعد ما كنقرصهم كنديرهم في اللاطه اللي غادي ندخل الفران. من بعد غنخليهم بطبيعه الحال حتى يخمروا واحد 10 ديال الدقائق. كنكون مسخنه الفران على اعلى درجه عندي في الفران. من بعد كنثقبهم وكندخلهم من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا ليا وكيذهبوا ليا. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله الخبز ديال الفينو برو. وشوفوا ليا بالدقيق الابيض النتيجه باينه ياكو، ولكن خلاوها لنا الزمان. قالك ما تاكل خبز حتى تعرف عجينته وانتم تحكموا. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش داير الفرق باين وواضح. وهنا خليت لكم الراحه وما تنساوش تجربوا الخبز بالفينو برو، راه لذيذ وما غيبقاش يخطاكم.